تخيلت قبل كده ان في معادن معينه ممكن تزود من مستوى الذكاء عندك؟ حاجه غريبه شويه. المعادن والفيتامينات زي السحر جوه جسمك، شغاله في صمت ولكن ليها دور جبار جدا جدا جدا. ليها وظائف وليها ادوار متعدده جوه الجسم. لولاها او لولا وجودها جوه الجسم في حاجات كتيره ممكن تخرب وممكن ما تتمش الوظائف دي جوه الجسم، بس هي للاسف مش واخده حقها كويس. فالنهارده هنعرف سبع معادن بس ليهم تاثير جبار وبالذات على معدل الذكاء عندك. فيلا بينا نعرف ايه الحوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لعلكم في خير وبأحسن حال. انا شايفك لسه مش مقتنع شوية ان ازاي المعادن او الفيتامينات اصلا ممكن تأثر على حاجة زي معدل الذكاء، ودي حاجة شديدة جدا. هديك طبعا مثال صغير ممكن تقتنع بيه. معاك مثلا مرض زي هشاشة العظام. هشاشة العظام ده اللي هو ان الواحد لو مشي شوية بشكل بطيء واتخبط في اي حاجة ممكن يتكسر. ده بيحصل وقت ما في معدن واحد بس جوه الجسم بينقص وهو الكالسيوم. هشوف حاجة زي الكالسيوم دي ممكن تسبب لك ايه في عدم وجوده. طب خلينا نخش على السبع معادن اللي بيهم هتزود من معدل الذكاء عندك. اول معدن معانا النهارده واللي هو الزنك. الزنك مهم جدا جدا لوظيفه دماغيه سليمه، والزنك بيخش كعامل حفاز. عامل الحفاز اللي خدناه ايام الاعدادي لو تفتكر، تاني اعدادي مع المس انشراح في ثانيه تاني. الزنك جزء لا يتجزا في تخليق البروتين، فهو بيخش كعامل حفاز زي ما قلنا مع 100 انزيم جوه الجسم. كمان بيحافظ وبينسخ الدي ان ايه، والدي ان ايه ده زي ما احنا عارفين ده هو الوحده البنائيه كده اللي بتدينا صفاتنا واشكالنا والواننا وطباعنا وغيره. وكمان مهم جدا جدا للنواقل العصبيه. اليوم ان نسبه الزنك منخفضه ده بتكون مرتبطه مع الناس اللي عندها الاكتئاب، وكل ما ما نسبه الزنك تنخفض اكتر كل ما ان معدل الاكتئاب يرتفع. ده لان الزنك مهم جدا لامتصاص هرمون اسمه السيروتونين في مناطق معينه في الدماغ، والسيروتونين ده من هرمونات السعاده المؤثره بشده على الدماغ وعلى الجسم ككل. فوجود الزنك بنسبه طبيعيه بيخلي نسبه السيروتونين موجوده جوه الجسم بشكل طبيعي برضه، وكمان بيقلل او يمنع الاكتئاب. وكمان بيزود حاجه جوه الجسم اسمها برين درايفد نيوروتروبيك فاكتور، واللي هو صارها بي دي ان اف، لسه هتعرفها كده هتيجي سيرتها قدام شويه. وكمان نقص الزنك بيؤدي الى ضعف الذاكره بسبب ان بينقص معانا بي دي ان اف اللي احنا قلنا اسمه من شويه، وده بيأثر على مستوى التعلم والذاكره والحفظ. الجسم بيحتاج من 10 ل 20 مللي جرام من الزنك يوميا، لان الزنك مش بيتخزن جوه الجسم، فبنحتاجه بشكل يومي. ممكن تحصل على الزنك بكل بساطه من المصادر المأكولات البحريه زي التونه والسلمون والسردين والسي فود. اي شيء فيها مأكولات بحريه بيديك الزنك، وكمان بتلاقيه في البيض واللحمه الحمراء. تاني معدن معانا النهارده واللي هو الحديد. الحديد من اكتر المعادن موفره جوه الجسم، المفروض يعني موفره جوه الجسم. الحديد مهم لانتاج مواد زي السيروتونين والدوبامين، ودول قلنا عليهم من هرمونات السعاده. وكمان مهم لانتاج حاجه اسمها نيوروبينفرين، وده ناقل عصبي، والنقل العصبي ده ينقل الاشاره العصبيه من خليه لخليه ثانيه جوه الجهاز العصبي. ببساطه كده الاشاره العصبيه دي كل شيء انت بتعمله في حياتك، كلمه، حركه، فعل، اي شيء ممكن تفكر فيه ما هو الا اشاره عصبيه. يعني كده ممكن ببساطه نتخيلها كشرار كهربي. الشرار الكهربي ده بينتقل من حته لحته كده، ما بيوصل للدماغ اداك الفعل والحركه والكلمه. فكل حاجه بتعملها في حياتك من كلام ومن فعل ما هي الا اشارات عصبيه. والحديد زي ما قلنا من شويه مهم لانتاج الدوبامين، وكمان لتنظيم نسبه الدوبامين جوه الدماغ. في بحث لقوا ان انخفاض مستوى الحديد في الجسم بيتابعوا انخفاض مستوى الدوبامين، ولما بينخفض مستوى الدوبامين في الجسم ده بيأثر سلبا على معدل الذاكره والتعلم. كمان لقوا ان نقص الحديد بيسبب او بيكون مصاحب مع نقص السيروتونين جوه الجسم، واللي بيسبب نقص الانتباه والتركيز وكمان الاكتئاب. كمان لقوا ان نقص الحديد يؤدي الى حاله مرضيه مشابهه اعراضها لحاله ADD اللي هي اختصارها Attention Deficit Disorder، واللي هو الشخص مش بيكون قادر يتعامل مع المعطيات اللي حواليه. يعني لو قلت له كلام كتير او طلبت منه اكتر من مهمه او اديته شويه معلومات او اديته حاجه يقراها او يذاكرها مش هيقدر يفهمها ولا يقدر يتعامل معها بطريقه كويسه. يعني بيكون عنده عدم القدره على اتمام المهام او فهم المعلومات او التعامل مع الاشياء الطبيعيه اللي يمكن اي حد يتعامل معاها بشكل طبيعي من المعلومات وغيره. للاسف على الرغم من انه قلنا من شويه ان الحديد المفروض من اكتر المعادن الموفره في الجسم، الا انه بيكون من اكتر المعادن بتنقص او بيكون من الناس بتعاني من نقصها. واشهر مثال على نقص الحديد في الجسم اللي هو الانيميا. ده مش لقله او عدم توافر مصادر الحديد المختلفه، لا، ده بسبب ان كميه الحاجات اللي احنا بناخد منها الحديد قليله جدا. يعني اتجهنا لحاجات ما فيهاش مصدر الحديد، فاحنا بنحتاج كميه كويسه من الحديد يوميا. يعني بالنسبه للذكور اللي هم من 19 سنه وطالع بيحتاجوا 8 جرام من الحديد، واما الستات اللي هم بنفس الفئه العمريه بيحتاجوا 18 جرام من الحديد. والحلو في الحديد ان مصادره منتشره جدا، هتلاقيها في اللحمه الحمراء والكبده والاسماك برضه، وهتلاقيها كمان في السبانخ كمصدر نباتي للي ما بيحبش اللحوم. ثالث معدن مشرفنا النهارده واللي هو المغنيسيوم. المغنيسيوم مهم جدا جدا واساسي لوظيفه زي الادراك، وكمان انه بيساعد انه بيحول الاكل للشكل اللي تستفاد منه
الخليه عشان تنتج لنا حاجه اسمها الاي تي بي، والاي تي بي دي ده هو عمله الطاقه او مصدر الطاقه الاساسي للجسم كله، بيشتغل عليه هو الاي تي بي. كمان اهم وظيفه للمغنيسيوم في الجسم انه بيتحكم او بينظم حاجه اسمها القنوات الايونيه. القنوات الايونيه دي عباره عن البوابات او البيبان اللي بيعدي منها الاشاره العصبيه، زي ما قلنا من شويه ان كل فكره او كل كلمه او كل حركه بتعملها ما هي الا اشاره عصبيه بتعدي من البوابات دي، فهو بيتحكم في البوابات دي، بيفتح ويغلق البوابات دي. فلولا وجود المغنيسيوم الوظيفه دي او المهمه دي هتتاثر جوه الجسم. وكمان المغنيسيوم بينظم حاجه او بيساعد في تنظيم حاجه اسمها المرونه العصبيه. المرونه العصبيه دي ببساطه انك تقدر تبني مسارات جديده جوه الدماغ، سواء اتعلمت لغه جديده، سواء اتعلمت حركات جديده، لعبه جديده، فكره جديده، دي كلها عباره عن مسارات جديده بتترسم جوه المخ. فالمغنيسيوم بيساعد ان المسارات دي تتبني بكل بساطه وليونه، فبيسموها المرونه العصبيه. وكمان بيأثر على التشابك العصبي في المخ، وده كله بيأثر على معدل الذكاء والتعلم عندك. في الغالب المغنيسيوم برضه بيكون فيه نقص، وعلى الرغم من انه رابع معدن وفر في الجسم الا انه بينقص، على الرغم من انه برضه متوفر في مصادر كتير زي الخضروات زي الجزر والخيار والبطاطا، وكمان فواكه كتير زي البرتقال والمانجا والجوافه وغيره. انت هتقول لي ان المغنيسيوم متوفر، فانت هتقول لي النقص جاي منين اصلا؟ اقول لك ان احنا في حياتنا اتحولنا بعيد عن الحاجات الطبيعيه زي الخضروات والفواكه لحاجه زي الفاست فود والاكل المجمد، فانت كده مش بتاخد المعدل الطبيعي للمغنيسيوم اللي المفروض تاخده في اليوم. والمغنيسيوم اللي بنحتاجه في اليوم بيوصل لحوالي 400 مللي جرام. رابع ضيف معانا النهارده واللي هو الكالسيوم. الكالسيوم من اكثر المعادن الموفره في الجسم، مش بس بنحتاجه للعظام، لا كمان بيحتاجه عشان ننظم الضغط وكمان ضربات القلب. وكمان الكالسيوم ليه وظيفه مهمه جدا جدا جوه الجسم، وحاجه اسمها ايونات الكالسيوم. ايونات الكالسيوم دي بتحافظ على حاجه اسمها النشاط الكهربي عند جدار الخليه. حوار كده وارم مش عايز ادخلك فيه. كمان الكالسيوم مهم انه بينقل برضه الاشاره العصبيه من خليه لخليه ثاني. كل شيء قريته او كل شيء اتعلمته وزي ما قلنا من شويه برضه عباره عن اشاره عصبيه بتيجي من المكان اللي انت اخذت منه المعلومه، وبتمشي بشكل اشارات عصبيه زي الشرار الكهربي زي ما كنا بنحكي، وبتوصل في النهايه للمخ عشان تتكون وعشان تثبت وعشان تحفظها. ففي غياب الكالسيوم الاشاره العصبيه دي عمرها ما هتتنقل من مكان لمكان ثاني، فبالتالي انت مش هتتعلم. وعشان كده في ادويه معينه بيستخدموها لعلاج ضغط الدم المرتفع، واللي بيستخدموا فيها تاثيرهم على الكالسيوم، لكن مع طول استخدام الادويه دي ده بيأثر على الدماغ بالسلب، لانه بيسبب تلف الدماغ وكمان بيسبب فقدان الذاكره. وكميه الكالسيوم اللي بنحتاجها في اليوم مش كميه كبيره خالص، هي 1000 مللي جرام لا راحت ولا جات. وتلاقي الكالسيوم بكل سهوله عندك في الالبان ومشتقات الالبان زي الزبادي والاجبان والقشطه وغيرها، هتقدر تاخد منهم ما يكفيك من الكالسيوم في اليوم اللي هو 1000 مللي جرام. خامس معدن معانا النهارده. وقبل ما نخش على الكلام في خامس معدن ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب لان ده لدعم للقناه. خلينا نكمل لخامس معدن اللي هو النحاس. النحاس ثالث معدن وفره في الجسم. بيحتاج الجسم في انتاج حاجه اسمها الهيموجلوبين، والهيموجلوبين ده اللي بيتربط عليه الغذاء وبيتربط عليه الاكسجين وبيتحمل مع الدم وبيروح لكل خليه في كل مكان في جسمك عشان تستفاد منها. كمان بذكر الاكل والاكسجين فان النحاس مهم جدا عشان تستخدمهم بشكل مناسب وتاخد منهم اقصى استفاده. كمان النحاس مهم انه بيخلي مخك بيستفاد من حاجه اسمها مضادات الاكسده. مضادات الاكسده دي عباره عن اكلات طبيعيه زي الفواكه والخضروات بتمنع حاجه اسمها الشوادر الحره من تلف الاعضاء جوه الجسم، وبرضه المخ من الاعضاء اللي بتتلف مع مرور الوقت بسبب الشوادر الحره. فان النحاس بيخلي مخك يستفاد من مضادات الاكسده، وعلى سبيل المثال من مضادات الاكسده دي اللي هو فيتامين سي. وعشان تعرف اكتر عن مضادات الاكسده وفين تلاقيها وازاي تستخدمها صح تلاقي فيديو هنا ظهر لك، تلاقي فيه كل حاجه عن مضادات الاكسده واشهر انواع مضادات الاكسده، شوفه وهتعرف كل حاجه عنه. كمان لقوا ان في امراض معينه بيكون موجود فيها اضطراب النحاس زي مثلا باركنسونيزم اللي هو شلل الرعاش، وكمان الزهايمر، وكمان الاي ال اس اللي هو التصلب الضموري. هو النحاس مش السبب في ان الامراض دي تحصل، لكن وجدوا نقص في النحاس في الجسم في وجود الامراض دي. سادس معدن معانا النهارده واللي هو اليود. اليود من المعادن الاساسيه والمهمه جدا 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 للجسم. اليود ده بيرتبط مع حمض جوه الجسم اسمه تريوزين. التريوزين ده هما الاثنين بيرتبطوا مع بعض ويكونوا لنا في النهايه هرمونات الغده الدرقيه اللي هم تي 3 وتي 4 اللي فيه انشطه كتيره جدا جدا، والاهمهم مثلا الاي بيعتمد على وجود الهرمونات اللي زي دي. في مستقبلات معينه الهرمونات دي في المخ واللي بتتحكم في الاشارات العصبيه والنقل العصبيه، وكمان الهرمونات دي بتاثر على مستوى الدوبامين في المخ. النقص في اليود بيخلي برضه هرمونات الغده الدرقيه تنقص، يعني بمعنى اخر مرض اسمه هايبوثيروديزم اللي هو كمان من اعراضه اللي هو صعوبه في التركيز والتعب. كمان النقص في تي 3 ده بيسبب نقص في السيروتونين. في النهايه النقص في اليود بيواجبه او بيكون معاه قلق وتوتر وعدم القدره على التركيز وتعب وارهاق. بس اليود المصدر الاهم والاوفر ليه والاحسن ليه هي المأكولات البحريه زي التونه والسردين والسلمون والمكاريل والبلطي. اي نوع من المأكولات البحريه بيكون اليود متوفر فيها بشده وبقوه، انما برضه نسبه اليود بتختلف على حسب العمر وبرضه على حسب الجنس. سابع واحد معانا النهارده ومشرفنا هو المنجنيز. المنجنيز معدن اساسي في تكوين العظام، كمان تنظيم السكر في الدم، وكذلك الامر ايضا الكربوهيدرات والدهون، وبرضه امتصاص الكالسيوم في الجسم. نقص المنجنيز مش مشهور، لكن لو نقص المنجنيز بيكون معاه نقص في الاي كيو، والاي كيو ده اللي هو معدل الذكاء عند الفرد، وكمان مع نقصه بيكون في عدم خصوبه وضعف في العظام، وكمان ممكن يسبب نوبات من الصرع. في المقابل ان لو نسبه المنجنيز زادت
نشاط زياده عن اللزوم في الجسم بتسبب حاله مرضيه مشابهه للحاله المرضيه اللي هي بيسموها باركنسونيزم او شلل الرعاش. فنسبه المنجنيز الامنه في اليوم بتكون للراجل 2.3 وللست 1.8 مللي جرام في اليوم. وكمان المنجنيز الحلو فيه جدا ان المنجنيز متوفر في مصادر كتير جدا جدا زي الفواكه زي البرتقال والمانجا والجوافه والخوخ والبطيخ، كمان خضروات زي الخس والخيار والمأكولات كتير، كمان في الشوكولاته، فهو متوفر بشده. بس الوهله برضه تقف فكر ان برضه بعد ذكر السبع عناصر دول ما زال في معادن كتير جدا جدا جوه الجسم، وده يخليك تفكر او يخلي اي حد يفكر في عظمه خلق ربنا. وكمان بيفكرني ببيت شعر لسيدنا الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه بيقول فيه: دواؤك فيك وما تبصره وداؤك منك وما تشعره، تزعم انك جرم صغير وانطوى فيك العالم الاكبر. بس ده فيديو النهارده، عايزك بس تنزل تحت في الكومنتات تكتب انت عايز تشوف ايه فيديوهات على القناه الفتره الجايه، وبرضه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب لان ده الدعم للقناه والدعم للفيديو عشان ينتشر وعشان المحتوى يستمر. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.